ازيكم يا اصدقائي؟ رجعت لكم بفيديو جديد هنتكلم فيه عن 3 حاجات مهمين جدا. بس قبل ما نبدأ الكلام عايزين نوصل الفيديو ده ل100,000 لايك. ادعم القناة بلايك واعمل سبسكرايب وركز معانا الفترة اللي جاية عشان هننزل فيديوهات كتيرة قوي. هنتكلم فيها عن مهارات السباحة، هنتكلم فيها عن حاجات كتيرة قوي ونصايح رياضية. حاول تستفيد بالقناة على قد ما تقدر، فدعمنا بلايك، ادعمنا باشتراك، سيب لنا كومنت لو الموضوع فارق معاك، وركز معايا في اللي جاي. اسمعوني كويس. في عالم الرياضة، في عالم السباحة بالأخص، في لحظة بننزل فيها المية، في 3 كلمات بس هما اللي بيحكموا مصيرك: المكسب، الخسارة، الروح الرياضية. 3 كلمات بس في الحقيقة هما 3 أبواب. باب يفتح لك مجد، باب يفتح لك درس، باب يفتح لك احترام. احنا النهاردة مش جايين نتكلم عن سبب، احنا جايين نتكلم عن الحقيقة. انا حابين نتكلم عن طريق تعب، فرحة ودموع، وفي لحظة بتغير مستقبلك. وخليني اقولك، قبل ما تفكر تكسب لازم تتعلم تخسر، وقبل ما تتعلم تخسر لازم تبقى عندك روح رياضية، وقبل ما يكون عندك روح رياضية لازم تفهم قيمتك كويس، وقيمة اللي حواليك، وقيمة كل ثانية في التمرين. يلا بينا نفتح ال3 أبواب دول باب باب ونشوف ايه اللي وراه. المكسب مش مجرد رقم على لوحة، المكسب مش مجرد ميدالية بتلمع على صدرك. المكسب بتبقى قصة، بداية من أول يوم دخلت فيه التمرين وانت خايف وإيدك بتترعش وبتسأل نفسك أنا هنجح ولا لأ. المكسب هو النتيجة الطبيعية لكل ساعة صحيت فيها بدري، لكل تمرينة نزلت فيها المية وانت جسمك مكسر، لكل لحظة كنت ممكن تسيب التمرين وتقول أنا مش قادر أكمل. المكسب هو اللحظة اللي بتقف فيها على البلوك بتاع البداية وتحس إنك جاهز، جاهز مش عشان انت احسن واحد، لكن علشان انت تعبت اكتر من اي حد تاني. المكسب الحقيقي مش في السبق، المكسب الحقيقي في الشخصية اللي اتبنت جواك، في الصبر، في الانضباط. ده بيبقى جزء كبير منك. المكسب ليه فرحة، فرحة صعبة تتشرح، فرحة تعوض ألم شهور، تعوض لحظات تعب، لحظات خوف، بس في الآخر انت اللي بتكسب، فتحس انك اتولدت من جديد. تعال اكلمكم عن الخسارة. الخسارة كلمة محدش بيحب يسمعها، بس صدقني يا صديقي، الخسارة أهم من المكسب. ليه؟ لأن الخسارة بتكسر غرورك، الخسارة بتفتح لك عينك، الخسارة بتفهمك إن لسه المشوار قدامك طويل، إنك لازم تطور من نفسك، إنك لازم تشد حيلك. الخسارة مش النهاية، بالعكس، الخسارة هي البداية، بداية لسباح قوي، لاعب أقوى، إنسان قوي. الخسارة بتخليك تسأل نفسك أنا ليه خسرت؟ وأنا قصرت في حاجة؟ أنا جهزت نفسي كويس ولا لأ؟ وكل مرة بتخسر ربنا بيقولك لسه في حاجات كتيرة مستنيك. اللي بيخسر ويتكسر ده ما يستاهلش المكسب، لكن اللي بيخسر ويرجع يتمرن ويقوم، ده اللي العالم كله يقف جنبه ويحييه. في حاجة مهمة عايز اكلمكم فيها، هي الروح الرياضية. المكسب ما يساويش حاجة من غير روح رياضية. الخسارة فعلا بتدمرك، ولكن لما يبقى عندك روح رياضية الوضع بيختلف تماما. الروح الرياضية على فكرة مش كلام، الروح الرياضية عبارة عن أدب، احترام، أخلاق، تقدير للمنافس، تقدير للمدرب، تقدير لزمايلك، تقدير للعبة نفسها. الروح الرياضية هي اللحظة اللي بتمدك فيها لأقوى منافسة وتقول مبروك حتى وانت موجوع. هي اللحظة اللي بتبوس ميداليتك الفضة وانت كان نفسك في الدهب، بس تحمد ربنا وتقول اتعلمت. الروح الرياضية هي انك تقول للي قدامك مبروك وانت الخسران، بس انت من جواك انت بتكسب نفسك وبتكسب روحك الرياضية. واجمل حاجة ان الروح الرياضية بتخلي الناس تحبك حتى لو خسرت. الخلاصة، علشان دول 3 دوائر، لو وقعت في واحدة تبقى فاهم كل حاجة. لو كسبت لازم تخسر، لما تخسر لازم تتعلم، تتعلم لازم يكون عندك روح رياضية، ومع الروح الرياضية تقدر تكسب بجد. المكسب بيديك فرحة، الخسارة بتديك درس، الروح الرياضية بتعرفك يعني ايه عطاء. لو ركزت في ال3 دول هتبقى رياضي محترم، سباح محترف، وإنسان العالم كله بيحترم. بصوا يا جماعة، لازم نقف شوية ونسأل نفسنا، هو احنا ليه بنلعب رياضة؟ احنا ليه بنتمرن؟ ليه بننزل المية كل يوم؟ هل عشان ميدالية وبس؟ هل عشان نتائج؟
ولا عشان حاجة جوه كل واحد فينا نفسه يعملها؟ انك تثبت نفسك، انك تتغير، انك تكبر، انك تتطور، انك فعلا تبقى انسان مختلف. احنا هنتكلم عن رحلة فيها المكسب اللي بيفرح والخسارة اللي بتوجع، والروح الرياضية اللي بتخليك بني ادم محترم قبل ما تبقى سباح محترم. لو الفيديو ده وصل لك يبقى انت مش مجرد متفرج عادي، انت سباح رياضي او حد بيحاول يفهم يعني ايه بجد طريق الرياضة. استعد لان الكلام اللي جاي هيفتح لك ابواب كتير. عارف اول يوم دخلت فيه التمرين؟ عارف اول مرة نزلت فيها المية كانت ساقعة وكنت جسمك بيترعش وكنت مش عارف تتنفس؟ عارف اول مرة المدرب زعقلك وقالك كلمة ضايقتك؟ عارف اللحظات دي هي البداية المكسب الحقيقي. المكسب ملهوش يوم. المكسب الحقيقي هو اليوم اللي انت قررت فيه انك ما تستسلمش. المكسب بيتبنى كل مرة رجعت فيها من المدرسة تعبان ونزلت التمرين، كل مرة اصحابك خرجوك وانت فضلت في النادي، كل مرة نفسك قالت كفاية كده بس انت من جواك بتقول لا. في ناس بتقول ده كسب صدفة. مفيش حاجة اسمها صدفة، في مجهود، في تعب، في خطة. انت بتجري ورا المكسب لغاية ما في يوم المكسب هتلاقيه جاهز وجاي لك على طبق من فضة. اللحظة اللي تقف فيها على البلوك، اللحظة اللي تقف فيها وبتعدل النضارة، اللحظة اللي تمسك فيها نفسك قبل السبب وتقول يا رب. اللحظة دي بتتغير لما تكسب، تحس انك مشيت 1000 خطوة في ثانية واحدة، تحس ان كل اوجاعك بقى ملهاش معنى. الميدالية مهما كانت حاجة بسيطة ولكن بتبقى فعلا شهادة ميلاد جديدة ليك ان انت مختلف. اخطر لحظة في مشوار اي سباح لحظة المكسب. ليه؟ علشان المكسب ممكن يخليك تتغير، ممكن يخليك تتكاسل، ممكن يخليك تفكر نفسك خلاص بقيت افضل واحد. لكن الشاطر هو اللي يعرف ان المكسب مجرد محطة، وان اللي جاي اصعب، وان الطريق لسه مازال طويل، وان اللي عايز يفضل في القمة لازم يشقى ويتعب كتير لغاية لما يوصل. الناس بقى اللي بتخاف من الخسارة مش عشان وجعها، لكن عشان بتكشف الحقيقة. الخسارة مراية بتوريك انت فين، بتقولك بصوت عالي اصحى، لسه قدامك شغل. احنا ساعات بنفكر اننا احسن ناس وبعدين نخش سبق نخسر. الخسارة وقتها بتضربك بالقلم وتقولك رجع عقلك، ابدأ من جديد. هي صعبة بس ضرورية، والسباح اللي بيخسر ما يتعلمش، ده لازم يكون المشوار. اسأل طيب اي بطل، اي نجم، اسأل اي حد وقف النهاردة في اعلى المنصات، هتلاقي حياته كلها مبنية على الخسارة، مبنية على محاولات فاشلة، مبنية على دموع، على ايام كانت ممكن يسيب فيها الرياضة. الخسارة مش نهاية الطريق، الخسارة هي اول سطر في قصة نجاح حقيقية. لما تخسر انت بتتعلم، تتعلم تتحمل، تتعلم تحل، تتعلم تراجع نفسك، تتعلم تطور من نفسك، وكمان بتتعلم ترجع تبقى اقوى. كل ده مش بيجي من المكسب. المكسب بيدي فرحة لكن الخسارة بتدي حكمة. مشوار لسه هيبدأ. لو عمرك ما كسبتش هتتغير، لو عمرك ما حسيتش بألم الخسارة عمرك ما هتكسب حاجة في حياتك. الخسارة بتخلي يوم الفوز ليه قيمة، بتخليك تعيط وتضحك وتسجد لربنا، تحس ان الدنيا رجعت تفتح لك ابوابها من جديد. طب في حالة ان انت كسبت او خسرت، الروح الرياضية هي الشيء الوحيد اللي يخليك مبسوط من جواك، هي اللي بتحافظ عليك وانت كسبان وبتقولك وانت خسران. احترم المدرب اللي صبر عليك، احترم اللاعب اللي سبقك، احترم المنافس اللي تعب زيك، احترم اللعبة اللي علمتك، اشكر ولي امرك اللي وصلك للنقطة دي. اوقات كتير المنافسين اللي قدامك مش احسن منك، بس ربنا اراد النهاية تكون ضدك علشان يختبرك ويشوفك راجل بتقدر تحيي اللي قدامك ولا ما بتعرفش. الناس مش بتحب اللي بيكسب، الناس بتحب اللي عنده اخلاق، اللي ما بيتكبرش، اللي ما يفتريش، اللي ما يقللش من حد. الروح الرياضية بتفهمك ان قيم الانسان مش في النتيجة، قيم الانسان في المجهود، في الاحترام، في الاخلاق، في اللي بيعلمك ان الدنيا مش سهلة وبسيطة. بصوا يا جماعة من الاخر، الرياضة مش سباقات بس، الرياضة دي حياة، والرياضة دي اسلوب كمان حياة. مكسب يفرحك، خسارة تقويك، روح رياضية تشرفك. لو ركزت في التلاتة دول هتبقى مش بس سباح، هتبقى بني ادم افضل،
هتعرف تعيش حياتك كلها والناس كلها بتحبك وبتحترمك. المكسب هدية، والخسارة بتبني لك حياة، والروح الرياضية هي القلب اللي انت بتتنفس بيه. وبكده لو انت وصلت لحد هنا، فاسمح لي اقولك كلمة من القلب. انت واحد من الناس اللي بيفرقوا معاهم المكسب والخسارة. انت واحد من اللي مش بيفرحوا خلاص. انت واحد من اللي بيدوروا ويتعلموا ويطوروا ويبنوا نفسهم. وجودك معايا لغاية اخر ثانية ده شرف ليا، وده دعم وقوة ودافع يخليني اكمل وانزل محتويات اكتر كل يوم. عشان كده لو حابب تشجع الرحلة اللي احنا بدأناها مع بعض، ما تنساش لايك، تعليق، اشتراك. مشاركة بسيطة منك بس بالنسبة لي هتبقى دفعة كبيرة جدا. ودايما خليك فاكر، احنا مش مجرد قناة، احنا فريق، وفريق ماشيين سوا، ويوم عن يوم بنكبر، وبنكبر بسببك. نقابل المكسب بشكر والخسارة بصبر، ونعيش بروح رياضية تشرفنا في أي مكان. أشوفك في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.